ايفرتون بيطيح بارسنال بعد ما كسب امبارح 1-0. وهل ايفرتون هيهبط للشامبيونشيب ولا هيكمل في بريمير ليج؟ واليونايتد بيكسب كريستال بالاس 2-1، والليفر كالعاده بيخسر. وامبارح كانت الخساره من وولفرهامبتون 3-0. والاهلي نص نهائي كاس العالم للانديه بعد ما كسب سياتل ساوندرز 1-0. وكده الاهلي هيلاعب ريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه. وكل ده بالتفصيل، فيلا نبدا. نبتدي بماتشات الدوري الانجليزي وبالتحديد ماتش ايفرتون وارسنال. يعني هو اصلا ايفرتون بعد ما لامبرد مشي يعني بقى تحدي جديد اصلا على سنديتش. يعني واصلا كان واضح في الماتش ده ان هو بيلعب لعب هجومي جدا واللعيبه متاقلمه معاه على كده. فرض سيطرته على ارسنال في اول الماتش خالص، يعني اصلا في اقل من دقيقتين اتحسب 4 ركنيات لايفرتون ما بين الدقيقه ال 20 وال 22 تقريبا او حاجه زي كده. وفضل ضغط شويه بس بعد كده ارسنال يعني رجعت تاني ومسكت كوره. كانت مشكله عند لعيبه ارسنال ان كان حرفيا كلهم بيضيعوا كور يعني غريبه جدا. يعني كان في كوره ساكا لعبها لنكيتيا جوه ال 18 بس شاط كوره بعيده جدا عن الجون. بعدها كانت هجمات متتاليه ايفرتون. بس بصراحه يعني اللي لفت نظري هو اونانا مهاجم ايفرتون. يعني هو لعيب عنده قوه بدنيه وسرعه وكل يعني اي ميزه انت عايزها في مهاجم هتلاقيها فيه، بس كانت مشكلته بس في الفينش. وبرده كولمان عمل ماتش كبير جدا. وبرده يعني اهم ميزات فيه ان هو بيعرف يلعب ركنيات او يعني مثلا اي عرضيه عامه هو بيعرف يلعبها كويس. وبرده بيعرف يلعب بدماغه. وحرفيا كان فريق ايفرتون كله في الشوط الاول ممتاز جدا، وفي اول الشوط الثاني كانت حرفيا سيطره كامله لارسنال. يعني اكتر كوره بصراحه صدمتني كانت في الدقيقه 58 ان نيكيتيا عمل كل حاجه ناحيه الشمال، بعد كده لعب بالعرض جوه ال 18 لاوديجارد بس شاف كوره عجيبه وطلعت بره خالص. واللي ضيع يستقبل بقى، يعني كان في ركنيه في الدقيقه 60 لايفرتون، ماكناي لعبها جوه ال 18 وتاركوفسكي حطها بدماغه حلوه قوي وتبقى نتيجه 1-0 لايفرتون. بس اللي بوظ الدنيا اكتر بصراحه بالنسبه لارسنال كانت التبديلات. يعني جورجينيو نزل ما عملش اي حاجه، واوديارد ومارتينيلي طلعوا بدري جدا، فبرضه ده اثر على ارسنال بقيه الماتش. وخلص الماتش بصراحه بفوز مستحق جدا لايفرتون، وشكلها كده يعني بدايه حلوه لشنديتش مع ايفرتون. يعني هو بيلعب لعب هجومي منظم جدا، وبصراحه ما اعتقدش ان ايفرتون ممكن تهبط للدرجه الثانيه عشان شنديتش يعني عمل ماتش كبير جدا ضد ارسنال هو متصدر الدوري. يعني ما بالك بقى هيعمل في باقي الفرق. وطبعا الماتش ده كان في مصلحه السيتي جدا عشان السيتي المركز الثاني والفرق بينهم كان ممكن يبقى 8 نقط بس بعد ما ارسنال النهارده خسر فهو لسه 5 نقط بس. بالنسبه لماتش اليونايتد وكريستال بالاس اللي خلص 2-1 لليونايتد، يعني بصراحه في الشوط الاول كانت سيطره يعني بالطول وعرض اصلا لليونايتد. يعني في اول 7 دقايق كده اتحسبت ضربه جزاء لليونايتد وبرونو حطها وتبقى النتيجه 1-0. بعدها فضل مانشستر يونايتد ضاغط، وكانت اول هجمه اصلا لكريستال بالاس يعني في الدقيقه 42 وما كانتش هجمه، يعني كانت كوره كده اتشاطت من شلوب تقريبا من بره 18 بس يعني هو شاط على الجون. فيعني دي كانت اول هجمه اصلا لكريستال بالاس وده كان الشوط الاول. يعني هو اصلا كان شوط من طرف واحد. وفي الدقيقه 58 يعني الحمد لله في كورس طلع. يعني هو على فكره هو جسم بس، يعني ولا بيعرف يشوط ولا بيعرف يستلم ولا بيعرف يباصي ولا بيعرف يلعب اصلا. واللي شاره كانت كاميرا بوبو بتاعت ميسي في كاس العالم. والفينال كاميرا بوبو كاميرا بوبو انا باشا بوبو انا باشا. وحرفيا اسوأ صفقه في الموسم. وبعد كده نزل جرناتشو، ومع استمرار الضغط اليونايتد حط الثاني. جرناتشو جوه ال 18 لعب للوك شو ومن لمسه واحده حطها لراشفورد ومن لمسه واحده برده حطها في الجون وتبقى النتيجه 2-0. وطبعا مع احتفال راشفورد الشهير في الدقيقه 65 كان في تدخل من شلوب على انتوني ناحيه اليمين وحصل كده خناقه. يعني بس اللي حصل في الاخر ان انتوني وشلوب خدوا انذارات. بعد كده الحكم رجع للفار وده ادى طرد لكازيميرو، وعجبني بصراحه هدوء الحكم بس ده اثر على اليونايتد بالسلب. بعد بقى طرد كازيميرو يعني كريستال بالاس اتنفست شويه واتحسب في الدقيقه 76 ركنيه واتلعبت جوه ال 18 بس بعد كده طلعها الدفاع وصلت لشيخ دكوري. بعد كده لعب جوه ال 18 لشلوب وحطها في الجون وتبقى النتيجه 2-1. وفي الدقيقه 80 نزل سابيتزر اللي جاي اعاره من البايرن مكان انتوني واستمر الضغط من كريستال بالاس بس كان من غير اجوان والماتش خلص 2-1. بالنسبه بقى لماتش الليفر وولفرهامبتون، يعني هو انا بصراحه ما اتفرجتش على الماتش بس يعني ايه يعني للمره الثانيه الاداره يعني مستنيه على كلوب. يعني انا مقدر ان هو جاب بطولات كتير وكل حاجه بس برضه يا جدعان الليفر الفتره دي سيء 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 بطريقه مش طبيعيه. عامه كل ده هيبقى في مصلحه الريال في دور 16 من دوري ابطال اوروبا، ونيوكاسل بيتعثر قدام ويست هام بتاع دور 1-1. يعني وده بصراحه في مصلحه اليونايتد شويه، عشان كده بقت نيوكاسل في المركز الرابع ومانشستر يونايتد في المركز الثالث. بس المشكله ان ارسنال ومانشستر سيتي لاعبين ماتشات اقل من اليونايتد ونيوكاسل. ده كده بالنسبه للدوري الانجليزي. ندخل بقى على كاس العالم للانديه. يعني هو بصراحه
ماتش الهلال والوداد انا بصراحه ما شفتوش، بس من بره كده يعني هو بصراحه يعني كان ماتش يعني جامد جدا. يعني الوداد جاب جون في الدقيقه 52، بعد كده خط ورد في الدقيقه 91 يحيى جبران، بعدها في الدقيقه 93 تتحسب بينالتي للهلال وتدخل، وفي الاشواط الاضافيه محمد كونو اللي جاب بينالتي خط ورد في الدقيقه 95. بعدها راحوا بينالتيات والهلال كسب 5-3 في بينالتيات ويصعد لنص النهائي وهيلاعب فلامينجو يوم الثلاث. نختم بقى بماتش الاهلي وسياتل ساوندرز الامريكي اللي خلص 1-0 للاهلي. بصراحه اول 10 دقايق من الماتش كانت سيطره كامله للاهلي، بس كانت من غير خطوره. بعدها بقى هجمه من هنا على هجمه من هنا، بس كانت الخطوره اكتر بصراحه لسياتل ساوندرز، بس مش لدرجه اللي هو تخوفك برضو. والشوط الاول يعني كان عادي، بس اللي هو كانت سياتل ساوندرز اخطر شويه هجوميا، بس الاهلي هو اللي كان ماسك كوره. وبرده حاجه اثرت على الاهلي هجوميا في الشوط الاولاني ان هو يعني اهم ثلاثه اصلا عنده في الهجوم اللي هم قفشه ومحمد شريف واحمد عبد القادر، الثلاثه كانوا دكه، وبصراحه ما اعرفش ليه كولر خلاهم دكه يعني، ويمكن ده اللي اثر شويه هجوميا على النادي الاهلي. وفي الشوط الثاني كانت السيطره لسياتل ساوندرز بشكل كبير، وفي الدقيقه 63 نزل قفشه واحمد عبد القادر ومحمد شريف مكان كهربا وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر، ونقدر نقول ان من اول الثلاث تبديلات دول الاهلي بصراحه فاق هجوميا بشكل كبير جدا. بعدها ب4 دقايق بالظبط يعني كان في هجمه من النادي الاهلي، محمد شريف لعب لقفشه وقفشه لعبها حلوه قوي لاحمد عبد القادر، بس ضيعها بشكل غريب جدا، يعني هو ما لمسهاش اصلا، يعني هي عدت يعني مش هتكلم بصراحه. بعدها الاهلي فضل يهاجم وكان في مرتده ناحيه اليمين بيرستا وعدى بطريقه مميزه جدا من واحد من ساوندرز ولعب لقفشه، بعد كده نقل ناحيه الشمال لاحمد عبد القادر ورجع تاني لقفشه، بس شاط كوره جنب الجون بشويه. وزي ما قلت ان الثلاث تبديلات دول عملوا شغل كبير جدا هجوميا، وطبعا مع سيطره الاهلي دي فساوندرز كان بتلعب على المرتدات، وقال ديانج كان في الشوط الاول كويس جدا، بس في الشوط الثاني كان بيطلع باصات كتير غلط. واخيرا في الدقيقه 88 قفشه شاط كوره حلوه جدا بس جت في العارضه، وبعد كده رجعت له تاني وشوط كوره مميزه جدا ودخلت جون، وتبقى النتيجه 1-0 للاهلي، ويضمن مكانه في نص النهائي وهيلاعب الريال يوم الاربعاء الجاي، وربنا يستر بصراحه. وده كان فيديو النهارده، لو عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد، وبس كده.